من كان الله معه لا يهمه لو تركه الجميع أبدا، يكفيك أن الله معك سبحانه وتعالى، حسبك الله، كافيك الله، لا تهتم لغيره. يا صباح الفل والجمال على احلى اخوات واحلى اصحاب، يا رب تكونوا كلكم بالف خير. هقولك بقى ارزعيني لايك، بس بلاش ارزعيني دي لان في ناس بتتضايق من كلمه ارزعيني، فهقولك ارقعيني بقى. لا بلاش، مادام بتتضايقوا منها فهقولك حطي لي لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد اول ما ابدا انزل فيديو جديد. يلا بقى ندخل بينا على الفيديو بتاعنا، بس اهم حاجه قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا ونقول بنعمل ايه، ما ننساش الدعاء لاخواتنا. بالله عليكم الدعاء لاخواتنا، لان اليومين دول نفسيه الواحد اصلا متدمره ومش عارفه انزل فيديوهات بسبب كده، فربنا يا رب ينصرهم يا الله. وما ننساش بقى نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبتعملي ايه بقى يا دينا؟ انا بقى دوت كان يوم الاربع بالليل، طلعت بقى من عند سهرنا بقى ايه يعني سهرنا دي بقى بالنسبه لي سهرنا الساعه 9 عند حمايه، طالعه الساعه 9، فمش كان جاي لي نوم حرفيا يعني، فقلت بقى ايه ما ادخل اعمل اي حاجه في المطبخ مضايقاني، ليه كان مضايقني بقى العيون، فقلت تعالي بقى ايه مغسلك كده. فشغلت بقى كده ايه التليفون التاني على نصر الدين طوبار كده، قعد يقول لي شويه حاجات كده وسمعته. انا بحب يا جماعه نصر الدين طوبار جدا، بعشقه هو والنكشبندي. مش عارفه انا بقى بنطق النكشبندي صح ولا بنطقها غلط، بس ما علينا. المهم اللي أنا باحبهم وخلاص، لإني أنا الفترة دي مبطّلة إن أنا أسمع أغاني. بُصّوا قبل ما أخُش في حواراتي هاقول لكم الأول أنا باعمل إيه. أنا بانضّف العيون، طَب أنا بانضّفها إزاي؟ أنا هنا يعني قِدت العيون عندي 5 دقايق، عشان يعني العيون كانت عندي طبعًا زي ما أنتم شايفين كده المنظر، فقِدتها 5 دقايق، وبعد باروح طافية العين وجايبة كده سلكة مواعين من هي الخشنة حاطّاها في مَيّة وبعدين في صابون سايل، وبعدين بامسك العين كده بفوطة من فوط المطبخ بإيدي التانية وإيدي التانية اللي فيها السلكة وأبدأ أدعك، بس ما باحطش أي منظف. لو عندي منظف كنت حطيت منظف يعني اللي هو إيه، اللي هو زي مثلًا هاقول لكم زي مستر شاهين، بعد ما باطفي العين باروح حاطة على العين شوية وبعدين بابدأ أدعك، بتسهّل عليَّ كمان عملية الدعك. تمام كده، تمام. نرجع بقى كنا بنرغي بنقول إيه، بالنسبة للأغاني أنا أصلًا حد يعني أنا مش سميعة أغاني ولا باحب أسمع أغاني، بس ولا على تليفوني حتى ولا أغنية أقسم بالله. بس ساعات وأنا باقلِّب كده في السوشيال وأنا قاعدة مثلًا شوية كده عليها، لو جات أغنية باتفاعل مع الأغنية بس كده. مثلًا أو زهقانة، أوقات بابقى زهقانة مثلًا وعايزة حاجة تغيّر الmood اللي أنا فيه، ممكن أشغّل أغنية، بس أنا يعني حد سميع أغاني وكده لأ. بس الفترة دي أنا مقررة بصراحة إن أنا مش هاسمع ولا أغنية، حتى لو أنا باقلِّب كمان، وإن شاء الله يا رب أثبت على كده وما أسمعش. أنا حرفيًا قبل ما أخلِّف خالد وريتال خدت الخطوة دي إن أنا ما أسمعش أي أغاني، بس بقى لمّا خلِّفت خالد وريتال عايزة أقول لكم حد نصحني نصيحة ويا ريتني ما عملت بيها، كنت على طول بقى إيه ولاد ومسؤولية كبيرة وفي سِن صغير، يعني كنت يعني شايلة زي ما باقول لكم شايلة جبل، وكان تصوير بقى يالّا هابقى أحكي لكم ده كلّه في الفيديوهات اللي جاية. أو هاخصص فيديو ليكم وأبقى أحكي لكم القصة بتاعتي في خالد وريتال. فحد نصحني إيه نصيحة يا ريتني ما عملت بيها. أنا كنت باحكي لواحدة صاحبتي يعني وباقول لها ده أنا كاني وماني وتعبانة والولاد تاعبينّي وباقعد وفعلًا أنا كنت باقعد أعيط قبل ما أنام حرفيًا، لإن كانت مسؤولية كبيرة عليَّ، والتوأم يا جماعة مش سهل خالص، وخاصةً لمّا تكوني لوحدِك، ما حدش معاكِ. حد هيقول لي جوزِك فين؟ جوزي طبعًا في الشغل يا جماعة، ما بيجيش غير الساعة 18:00 في التوقيت الشتوي دوّة، بيكون 18:00 بعد العشا، يعني تكون العشا أذّنت بيكون هو لسه جاي. فطبعًا هو برضه شال معايا، لإن هو بصراحة هو اللي شالني، يعني أنا جوزي هو اللي شالني في خالد وريتال، بس لمّا بييجي من الشغل يعني الساعتين اللي بيقعدهم معايا بابقى معايا فيهم أنا باصوّر حاجة، أنا باعمل حاجة، باتهوّى شوية، أروح عند أمي، يقول لي روحي عند أمِك غيّري النفسية شوية، لإن بصراحة كنت يعني إيه، كان عندي اكتئاب ما بعد الولادة وكده. ما علينا، هو مش اكتئاب، بس يعني عشان مش هاقول اكتئاب، هو كانت يعني مش عارفة أسميه اكتئاب، بس هو مش اكتئاب، بس عارفة لمّا تكوني مخنوقة من حاجة وناس حاسداكِ على حاجة أنتِ أصلًا مش بإيديكِ، دي حاجة بتاعة ربنا. عايزة أقول لكم كنت باسمع كلام اللهم لك الحمد إن الفترة دي عدِّت من حياتي. فالمهم نرجع للنصيحة اللي صاحبتي نصحتني بيها، قالت لي: "لمّا تكوني متضايقة قومي شغّلي أغنية واقعدي ارقصي عليها." وربنا قالت لي كده. فبصراحة عملت بيها، وفعلًا بصراحة يعني كان مودي بيتغيّر شوية، بحيث قالت لي إن أنتِ يعني مش ادّانِك تفكّري يعني المسؤوليات اللي عليكِ، لأ، بحيث إن أنتِ إيه، تخرجي شوية من اللي أنتِ فيه وكده. وبصراحة كنت باعمل كده،
مش هاقول لكم بقى اتعودت، لأ ما اتعودتش ولا حاجة، بس يعني إيه ممكن فضلت متأثّرة بالحتّة دي، إن أنا كل ما أكون متضايقة أو حاسة بزهق أو حاسة إن أنا في أي حاجة، أقوم أجيب أغنية وأقعد إيه أتفاعل عليها، وأنتم عارفين بقى نتفاعل إزاي عليها يعني. ف بس إن شاء الله ناوية أبطّل، بس برضه بارجع أقول لكم أنا مش سميعة، لإن أنا أصلًا مش عندي وقت، بس يعني إيه حاجات معيّنة كده. فأنا بقى شاغلة نفسي اليومين دول أصلًا بالقرآن أوي، وأنا الحمد لله باسمع قرآن كتير برضه يعني. زائد إن أنا بقى إيه لو عايزة عشان يعني أشغِل نفسي بقى إيه عشان مش أقعد أفكّر في الأغاني وكده، باجيب نصر الدين طوبار وزي ما قُلت لكم والنكشبندي، قعدت أرغي والفيديو خلاص هيخلص. هنا بقى عملت إيه بعد ما غسلت العيون وضبّطتها وغسلت البوتاجاز بتاعي، مسكت بقى الأرضية كان مكان بقى وأنا باغسل كان الولاد بقى جنبي، اللي كَل حلاوة واللي ماسك ورقة وقطّعها ورماها، طبعًا زي ما أنتم شايفين كده في الفيديو. فشِلت بقى السجادة اللي كانت القديمة عندي، شِلتها بصراحة يعني شكلها بقى مش لطيف خالص، بس مش هارميها برضه، أنا مش بارمي حاجة، هاعينها لحاجة هاحتاجها في حاجة، أكيد أنا باحتاجها في حاجة. وفرشت بقى هافرش معاكم دلوقتي بقى إيه هاقول عليها حافظة أو بديل سجاد أيًا كان هتقولوا عليها إيه، اللي أنا كنت جايباها معاكم في فيديو المشتريات، كنت جايباها للمطبخ، بصراحة ما كنتش فرشتها لحد دلوقتي، فقُلت بقى إيه يالّا بقى تتفرشي بقى إيه ونضبّط بقى المطبخ بتاعنا كده. هي دي أنا قُلت لكم السعر بتاعها في فيديو المشتريات، كنت جايباها ب300 جنيه. سامحوني لو باتكلم بسرعة، بس باحاول أنجز قبل ما يطلعوا عليَّ خالد وريتال، لإنهم تحت هُم عند جدهم تحت، فقُلت فرصة يا جامع أمنتج الفيديو. هنا بقى كنت شطّبت المطبخ، وده كان زي ما قُلت لكم كان يوم الأربع بالليل. الله الله أكبر أكبر، الله أعظم، أذان الله وأذّن. أكبر. ونرجع بقى بعد ما الأذان خلّص، هنا بقى كان دوّة يوم الخميس الصبح بقى، منتجت إيه بس، دخلت بقى عشان أعمل ساندوتشات للولاد عشان إيه ياخدوها للمدرسة. هنا بقى كنت لسه شارية امبارح كوز اللانشون ده، آآ أسعار اللانشون بقت غالية جدًا، جدًا، الكيلو دوّة عامل 100 جنيه، واللي عنده 3 كيلو عامل 300 جنيه. وبصراحة أنا مش من محبين اللانشون، بس الولاد عندي بيحبوه وباحاول أمنعهم عنه، بس والله برضه مش قادرة، وفي نفس الوقت بقى إيه تغيير وتنويع، يعني لإن كل يوم لو هتعمل لهم جبنة، هتعمل لهم مربى، هتعمل لهم حلاوة، فالولاد بتتخنق ولمّا الأكل بيتكرر معاهم على طول. فباحاول إن أنا أغيّر لهم، مع إني أنا عارفة هو مش صحّي ومش مفيد، بس ما علينا بقى، حاجة هنعمل إيه. العلبة دي بقى حاطة فيها إيه، بُصّوا العلبة دي حاطة فيها جايبة كيلو من الجبنة القريش، حاطة عليه نُص كيلو من القشطة، بس القشطة مش باجيبها باستمرار عشان مش هاكون كدابة يعني، يعني لمّا بيكون متوفّر باجيب. ماشي، وجايبة نُص كيلو جبنة نباتي. أنا عارفة إن الجبنة النباتي مش صحية، بس لو عملت قشطة على جبنة قريش بس كده وقلّبتهم مع بعض كده وحطيتهم عندي في العلبة دي، فمحمد ابني بييجي يقول لي إيه: "ماما دي الجبنة دي جبنة الجاموسة يا ماما، أنا مش هاكلها." أقول له: "يا ابني." يقول لي: "لأ مش هاكلها." فأنا بقى إيه عشان أخفيها وأقول له دي جبنة نباتي، فباروح حاطة عليها نُص كيلو أو كيلو جبنة نباتي يعني من بتاعة الدكاكين دي أو السوبر ماركت، وباقلّبها فيها، فبتخفي الطعم بتاع القشطة وبتاع الجبنة القريش. باقول لهم بقى إن دي جبنة عادية عشان إيه ياكلوها، لإن لو قُلت لهم محمد وروان عندي كده قارفينّي في الأكل جدًا، لو قُلت لهم إن ديّة قشطة وإن دي جبنة قريش مش هياكلوها استحالة، فباخفيها بقى إيه بالجبنة النباتي اللي أنا باحط عليها نُص كيلو أو كيلو حسب ما باجيب يعني، وباقلّب بقى كده كلّه في بعضه كده بالمعلقة عندي أو بالشوكة، عشان بحيث إن هو كلّه إيه يتجانس مع بعضه وكده. هنا بقى كنت عملت الlunch box بتاع روان، وهنا بقى إيه باعمل لمحمد ساندوتشات، ومحمد كان بسلامته كان كاسر الlunch box بتاعه، وجاي يقول لي قُلت له: "عقابًا ليك مش هاجيب لك lunch box عشان دي تالت مرّة تكسر الlunch box بتاعك وأنت مش بتحافظ عليه." وروان ده عندها من السنة اللي فاتت بسم الله ما شاء الله عليها بتحافظ على حاجتها جدًا، بس بقى فيها عيب إن هي بقى لمّا باجي أعمل لمحمد ساندوتشات أكتر، فهي بتغار تقول لي: "اشمعنى عاملة لمحمد 4 و5 وأنا عاملة لي 2 بس؟" فاقول لها: "على حسب كل واحد ما بياكل، وأنتِ أصلًا أكلتِك ضعيفة جدًا، ثانيًا بقى إن محمد عليه درس بعد المدرسة، فمش بييجي على البيت، فباقول لي باخد كتب الدروس معاه وأقول يا ماما زوّدي لي في الساندوتشات علشان أنا هاطلع من المدرسة على الدرس الفلاني وهكذا، فعشان كده بازوّد له." فهمتِ بقى؟ فالمهم ما بتقتنعش وبرضه بادّيها إيه اللي أنا عايزاه. برضه مش باحط لهم خضار لإني مش بياكلوا الخضار، يعني لو حطيت لهم خيار، حطيت لهم فاكهة، حطيت لهم أي حاجة ما بتاكلوهاش غير الساندوتشات، لإنهم بقى بيبقوا واخدين فلوس معاهم، فبيروحوا بقى يشتروا من السوبر ماركت اللي في المدرسة أو اللي في الحضانة، المدرسة كده عاملين كانتين صغير كده حاطين فيه حاجات للولاد، فبيروحوا يشتروا منها يعني وكده. فلمّا بادّيهم بقى خضار أو أدّيهم فاكهة مش بياكلوها، بيرجعوها تاني،
فمش باحط لهم عشان كده. هنا بقى قطّعت اللانشون، لإن أنا بصراحة لمّا باقطّع اللانشون بالطريقة دي بيوفّر معايا، غير بقى لمّا باخد كل يوم كده مش بيكفّيني أسبوع بصراحة. أمّا الكمية دي بتقعد معايا بتاع يعني 15 يوم، 15 يوم وساعات أقل على حسب، لإن الولاد ساعات بيقعدوا ياكلوا فيه من غير ما أنا باشوفهم. هنا بقى نزلت عند حماية بقى بعد ما مشيت الولاد على المدرسة وروّقت عندي الشقة فوق، ونزلت بقى طلعت للطيور وكنست تحت وجهّزت فطار، فطرنا ونزلت بقى عشان دي بقى الغلة أو هنقول عليها القمح، لإن ما يعرفش الغلة دي قمح يا جماعة، اللي هو دقيق القمح يعني بعد ما بتنطحن. هنا بقى دي غلة عشان أنا كنت حاطة فيها حباية الغلة عشان طبعًا ما تسوِّتش ولا يبقى فيها أي حاجة، باعمل فيها الخطوة دي، بافضّيها من الشكارة عندي وباجيب بقى هنا دقيق بقى القمح بتاعها، باجيبه باحط عليه شوية مَيّة وبيكون معايا سائل بالشكل ده كده، وباحطه على الغلة وبابدأ بإيدي أفرُك كل الغلة، عشان يعني الخطوة دي بتبقى عشان مكان حبّات الغلة يعني كده بنستخرجها منها. فبابدأ بقى أفرُك بإيدي كويس، طبعًا زي ما أنتم شايفين كده كل السائل الدقيق اللي أنا حطيته على الغلة، بابدأ بقى أفرُكها بإيدي علشان زي ما قُلت لكم أنا بارجع أعيد الكلام تاني، أكرّر الكلام تاني، علشان آآ الحبّاية وكده يعني. هابدأ بقى كده أخلّصها كلّها، وهابدأ بقى أجيب الغربال بتاع الغلة وأبدأ بقى أعملها بيه. طبعًا ده كلّه هيكون ظاهر معاكم في الفيديو، بس طبعًا بافضل أعمل فيها شوية حلوين، يعني مش أنا بعد ما فصلت معاكم الكاميرا قعدت أعمل فيها حوالي نُص ساعة، عشان طبعًا نظام غسيل ليها بدل ما تغسليها بالمَيّة لأ، ده بيبقى غسيل ليها مكان الحبّاية اللي أنتِ بتحطيها، طبعًا لإن الحبّاية دي بتبقى سامة وكده، بس إحنا لازم نحطها عشان لو مش حطيناها الغلة هتسوِّس ومش هيكون فيها حاجات يعني مش لطيفة وكده. طبعًا زي ما أنتم شايفين بس الكاميرا كانت يعني ملغوشة شوية أو جات عليها حاجة. هنا بقى دوّة الغربال اللي أنا باغربل بيه. بُصّوا أنا في الغربلة يعني اللي هيفهم في الغربلة دي مش غربلة، يعني غربلة الغلة مش كده، بس باعمل على قدّي، على قد ما على قد ما على قد ما باعرف يعني. بس أهم حاجة اللي أنا بانزّل بُصّوا أنا باغربلها ليه بقى، عشان أنزّل منها الشيء اللي أنا حطيته عليها، اللي هو دقيق القمح اللي أنا ربّاه بمَيّة كده وحطّاها عليها، فأنا باعمله عشان ينزل مني وأبدأ كده أدعك بإيدي، عشان طبعًا زي نظام غسيل للغلة. أنا مهما أشرح مش هاعرف أوصّل لكم اللي أنا عايزة أوصّله لكم، فشوفوا وخلاص بقى. بس حرفيًا دراعي وجعني جدًا، لإن طبعًا كانت الكمية كبيرة، كانت شكارة ونُص، فقعدت عليهم خلّصتهم كلّهم. جات عليَّ مرات أخويا في الآخر ساعدتني، بس في الآخر كنت خلاص باشطّب، يعني كنت باخلّص. هنا بقى كنت باعمل وباحط في الشكارة، لإن طبعًا كان جوزي هياخدها يودّيها بقى المكنة تنطحن وتبقى بقى تيجي دقيق بقى. طَب أنتِ بتعمليها بقى ليه يا دينا تعب القلب اللي أنتِ فيه ده؟ بُصّوا أنا بقى بعد ما باطحنها بادّيها للراجل، مش باودّي له الدقيق كلّه، أنا باعين طبعًا كمية منه عندي في الفريزر وبادّي له مثلًا حوالي 20 كيلو، 25 كيلو دقيق، وباحاسبه بقى على حسب يعني بياخد على الكيلو 6 جنيه، أنا بافاصل معاه وباعمله ب5 جنيه الكيلو، فباروح بقى مدّية له الدقيق وتاني يوم أو تالت يوم بيجيب لي بقى عيش، بيجيب لي كمية باكيّسها بقى وأحطها عندي في الفريزر وقت ما أعوز آخد وكده، وإحنا بنحب العيش اللي هو بالدقيق القمح ده، لإن مش بيكون مخلوط عليه أي دقيق من هو الدقيق اللي هو الزيرو أو الفينو، فمش بيبقى حلو يعني. أنا بقى بعد ما أنا بقى اتأخرت في الغدا جدًا، لإن طبعًا عقبال ما خلّصت الكمية كلّها وقُمت بقى كانت يعني كنت داخلة على الساعة 13:00. طبعًا حمايا بيكون يعني زي ما أنا حاكية لكم في الفيديوهات اللي قبل كده، إن هو بييجي من صلاة الضهر بيكون الغدا جاهز، بس أنا بقى قُلت له كُل حاجة بسيطة عقبال ما أخلّص اللي في إيدي. ده بقى كان غدانا يا جدعان، رز وملوخية وشوربة لسان عصفور وسلطة، تمام؟ ده بقى تاني يوم، قُلت بقى قعدت أفكّر أعمل إيه تاني يوم، قُلت هاعمل صينية رز معمّر في الفرن الفلاحي، في الفرن الغاز يعني، وكنت جايبة بطاطا من السوق، قُلت برضه هاشويها، وبصراحة اللي خلّتني إن أنا أعمل صينية الرز دي البطاطا، قُلت عشان عايزة أعملها فقُلت لأ لازم بقى أستغل الفرن ما أنا مش هايقِد الفرن علشان البطاطا، فقُلت لازم أستغل بقى البطاطا إن أنا أعمل صينية رز معمّر جنبها. فاشتريت بقى لبن عندي هنا واللبن بقى غالي جدًا، الإزازة دي 2 كيلو سعرها عامل 65 جنيه، ودوّة لبن جاموسي مش بقري، لو بقري هتلاقيها عاملة 40، 45، بس عندنا هنا ومع إننا هنا في الأرياف كمان المفروض تكون أرخص من كده لأ، سعرها في ناس بتبيعها ب60 وفي ناس بتبيعها ب65، بس أنا جايباها عشان واحدة نضيفة شوية يعني، ما أنا لازم برضه مش باجيب من أي حد، فقالت لي ب65 لإن أنا باتعامل معاها لبنها ما شاء الله حلو جدًا. وهنا بقى غسلت البطاطا وحطيتها بقى جنب صينية الرز تتشوي وتتضبط بقى،
بصوا بقى ايه عايزه اقول لكم، وعملت طبعا اكلي برده جنبها، يعني مش على قد صينيه الرز المعمر، لا عملت برده حبشتي كده تحبيشه كده ايه بعيش دقه بقى وبيض وبتنجان وحبشتي يعني. وبكده بقى ايه فيديو النهارده يكون خلص، يا رب تكونوا استمتعتوا وحبيتوه واتشجعتوا منه. ارزعيني بقى لايك، بس لا بلاش ارزعيني عشان مادام بتتضايقوا منها، حطي لي بقى لايك واشتركي في القناه وفعلي زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.